السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللهجة المصرية من لغة العربية الفصحى، نتغير اللغة الفصحى إلى اللغة العامية المصرية. طيب يلا نبدأ. هنا أنا عملت ده، أنا عملت ده، أنا عملت ده يعني أنا فعلت هذا، أنا فعلت هذا يعني I did it. بعدين أكيد أنا لازم أمشي دلوقتي، أكيد أنا لازم أمشي دلوقتي، دلوقتي أو دلوقتي هكذا بالغين يعني غا أو أكيد أنا لازم أمشي دلوقتي يعني يجب أن أذهب بالتأكيد، يجب أن أذهب بالتأكيد يعني I should definitely I go. بعدين بتعمل كده ليه، بتعمل كده ليه، بتعمل كده ليه يعني لماذا تفعل هذا، لماذا تفعل هذا أو لماذا تفعل هكذا يعني بتعمل كده ليه، بتعمل كده ليه. وهنا why are you doing this. بعدين اللهجة المصرية يعني هنا كلها اللهجة المصرية، اللهجة المصرية يعني اللغة عامية كده. بعدين محدش عارف غيري، محدش عارف غيري يعني لا أحد يعلم غيري، لا أحد يعلم غيري يعني no one else knows it. محدش عارف غيري، محدش يعني لا أحد. نحن نستخدم في اللهجة المصرية محدش، محدش يعني لا أحد، عارف يعني يعلم، غير يعني غيري، لا يعلم لا يعني لا أحد يعلم غيري يعني محدش عارف غيري. بعدين ما تقولش كده تاني، ما تقولش كده تاني أو ما تقولش، ما تقولش كده تاني. قاف يعني همزة أو قاف يعني غين، لو نستخدم همزة نتكلم ما تقولش تاني أو ما تقولش كده تاني، لو نتكلم بالغين نتكلم ما تقولش كده تاني. وهنا ما تقولش أو ما تقولش للرجل، للرجل. لو نتكلم للبنات نتكلم ما تقوليش تاني، ما تقوليش كده تاني هكذا أو ما تقوليش كده تاني. وهنا لا تقل ذلك أبدا أو لا تتكلم ذلك أبدا، لا تقل أو لا تتكلم ذلك أبدا يعني don't ever say that. بعدين يعمل زي ما بقولك، يعمل زي ما بقولك، يعمل يعني افعل. هنا الله يعني اللغة الفصحى افعل كما أقول بالضبط، افعل كما أقول بالضبط يعني do exactly as I tell you. وهنا اللهجة المصرية يعمل زي ما بقولك، هنا قاف يعني همزة أو قاف يعني غين، لو نستخدم غين نتكلم يعمل زي ما بقولك، لو نستخدم يعني نتكلم يعمل زي ما بقولك. وهنا افعل كما أقول لك أو افعل كما أقول بالضبط do exactly as I tell you. أنا جعان أوي، أنا جعان أوي أو أنا جعان أوي. هنا نتكلم في اللهجة الفصحى يعني اللغة الفصحى أنا جائع جدا، أنا جائع جدا يعني I am extremely hungry. أنا جائع جدا يعني أنا جعان أوي. وهنا لو نتكلم بالقاف نتكلم أنا جعان قوي أو أنا جعان أوي. أنت رنيت علي إمتى؟ أنت هنا تكلمنا في اللهجة المصرية يعني هنا أنت مفروض يعني في اللغة الفصحى أنت يعني متى اتصلت بي يعني متى اتصلت فيها يعني متى أنت اتصلت بي يعني هنا ضمير مستتر أنت هكذا. طيب هنا في اللهجة المصرية أنت رنيت علي إمتى، أنت رنيت علي إمتى، أنت هنا
همزة ودي يعني فتحة يعني كسرة. انت رنيت علي امتى؟ رنيت يعني اتصلت، علي امتى يعني بي، متى اتصلت بي يعني when did you call me. يعني انت رنيت علي امتى في اللهجة المصرية دي. وهنا اللغة الفصحى متى اتصلت بي. أخيرا لقيت شغل. أخيرا لقيت شغل أو أخيرا لقيت شغل. قاف يعني همزة أو تكلمت أكثر من كثير مرة. أخيرا لقيت الشغل أو أخيرا لقيت الشغل. وهنا في اللغة الفصحى لقد حصلت على وظيفة أخيرا. لقد حصلت على وظيفة أخيرا. لقد حصلت يعني أخيرا لقيت أو أخيرا لقيت. لقد حصلت على وظيفة أخيرا. أخيرا يعني إن أخيرا يعني أخيرا. لقيت الشغل يعني حصلت على وظيفة، هكذا يعني حصلت الوظيفة. لقد حصلت على وظيفة أخيرا. وهنا الإنجليزية I finally got a job. بعدين أنا عارف ده كويس جدا. أنا عارف دي كويس جدا. لو نستخدم جدا يعني أنا عارف دي كويس جدا. لو نتكلم بالغين أنا عارف دي كويس جدا يعني أنا أعرف هذا جيدا. أنا أعرف هذا جيدا يعني I know this well. ده عامل كام؟ ده عامل كام يعني كم هذا السعر أو كم هذا الثمن أو كم هذا القيمة، هكذا الأشياء يعني how much is this price. وهنا ده عامل كام. ده عامل كام اللهجة المصرية ده عامل كام أو بكام ده أو دي بكام. هم يستخدمون الثلاثة كده. ده عامل كام أو دي بكام. دي بكام أو اسمها دي بكام ده أو بكام دي السعر أو بكام هذا يعني أي حاجة يعني كما هذا السعر. كم هذا السعر في اللغة الإنجليزية how much this price. وهنا أنا ما بتفرجش على التلفزيون كتير. أنا ما بتفرجش على التليفون كتير يعني في اللغة الفصحى أنا لا أشاهد التلفاز كثيرا. أنا لا أشاهد التلفاز كثيرا يعني باللغة الإنجليزية I don't watch much TV. وهنا اللهجة المصرية أنا ما تفرجش يعني ما تفرجش أو ما بتفرجش. أنا ما بتفرجش على التلفزيون كتير يعني أنا لا أشاهد أنا ما بتفرجش يعني أنا لا أشاهد التلفاز كتير. هنا لو نحن نستخدم يعني جيم يعني غين، هكذا نتكلم أنا ما بتفرجش على التلفزيون كتير هكذا. لكن لو نستخدم جيم يعني نتكلم أنا ما بتفرجش على التلفزيون كتير هكذا. لكن كثير الناس هم يستخدمون دي جيم يعني غين كتير عشان هنا في أهل القاهرة. طيب في القاهرة يتكلم جيم يعني غين هكذا. طيب أنا ما بتفرجش على التلفزيون كتير يعني أنا لا أشاهد التلفاز كثيرا. وهنا I don't watch much TV. بعدين لهجة مصرية هو شاطر يعني هو ذكي في اللغة الفصحى و he's smart. هنا معرفش بصراحة يعني دي لغة اسمها دي اللغة مصرية يعني عامية. معرفش بالصراحة يعني لا أعرف على وجه اليقين يعني أنا لا أعرف باليقين هكذا الأشياء. أنا لا أعرف على وجه اليقين. وهنا باللغة الإنجليزية I don't know for sure. وهناك لغة يعني اسمها دي عامية معرفش بصراحة أو صراحة معرفش يعني اتنين دي يستخدمون معنى واحد. لا أعرف على وجه اليقين أنا لا أعرف على اليقين. بعدين عايز دكتور حاليا يعني أحتاج الطبيب فورا يعني أنا عايز دكتور حاليا. مثلا
أنا عايز دكتور حاليا. نتكلم في اللغة الفصحى أنا أحتاج الطبيب فورا، يعني I need a doctor immediately. أحتاج يعني عايز، دكتور يعني طبيب، حاليا يعني فورا. وهنا I need a doctor immediately. هنا وقف العربية حاليا. هنا بالقاف لو نتكلم همزة نتكلم وقف العربية حالا أو وقف العربية حاليا، هكذا. لو نستخدم قاف يعني غين نتكلم وقف، وقف العربية حالا أو وقف العربية حاليا. وهنا توقف السيارة فورا. توقف السيارة فورا يعني stop the car immediately. توقف السيارة فورا أو وقف العربية حالا. هنا stop the car immediately. طيب يا اخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. ان شاء الله سنلتقي في فيديو تاني الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.